في الماتش الجديد اللي داير ما بين دي سي ومارفل اليومين دول، مين يكسب؟ اجاثا اولا لونج ولا ذا بينجوين؟ في الاسبوع اللي احنا فيه بنشهد اطلاق المسلسلين. ديزني بلس بتطلق على منصتها مسلسل مارفل الجديد اجاثا اولا لونج، وعلى الناحيه الثانيه اتش بي او بتنزل قدامها بمسلسل دي سي الا وهو ذا بينجوين. ليه بقول منافسه وان دي خناقه على نفس التورته؟ مش بس عشان المسلسلين طالعين من شركتين متنافسين، انما كمان لان الاتنين نفس المنتج بالظبط. ومش بقول ان الاتنين نفس المنتج عشان الاتنين مسلسلات مثلا، لا، ده نفس المنتج عشان نفس المحتوى. ازاي؟ تعالوا نعدد المقارنات. اولا الشخصيتين اول معرفتنا بيهم انهم شخصيات شريرة، فالمسلسلين في الحالة دي هما الاتنين متمحورين حوالين شخصيات شريرة. ثانيا المصدر والفكرة. المسلسلين عبارة عن سبين اوف، واللي هو بيكون عبارة عن عمل ليه علاقة بعمل تاني أصلي، والعمل ده ما بيكونش جزء تاني من العمل الأصلي اللي احنا قلنا عليه، إنما بيبقى بيدور في نفس عالمه وبشخصية منه، فبيسموا العمل ده ساعتها سبين اوف من العمل الرئيسي. مسلسل أجاثا أولا لونج عبارة عن سبين اوف من أعمال مارفل الأصلية، زي مسلسل واندا فيجن وفيلم دكتور سترينج اند ذا مالتيفيرس اوف مادنس، واللي منه بنشوف بعد كده شخصيه اجاثا اللي ابتدى ظهورها في مسلسل واندا فيجن، واعتمد رجوعها من تاني على اللي دار في فيلم مالتيفيرس اوف مادنس. على الناحيه التانيه شخصيه بينجوين هي سبين اوف واضح لفيلم باتمان الاخير ذا باتمان. ثالثا مدة الحلقة. قد يبدو للوهلة الأولى إن مدة الحلقة في أجاثا أولا لونج أصغر من الحلقة في بينجوين، ساعة إلا تلت قصاد ساعة كاملة، إلا إن البايلوت الرسمي المعترف بيه من الشركة المنتجة لكل مسلسل من المسلسلين كانت حلقة من ناحية ذا بينجوين قصادها حلقتين من ناحية ديزني بلس في أجاثا أولا لونج، فعلامة إن البايلوت اللي هيدخلك على القصة في الحالتين كمدة لن يقل أبدا عن ساعة، ساعة ونص في الحالتين عشان تاخد جرعتك كاملة. رابعا الحبكة في المسلسلين بتتكلم عن فراغ في عرش ما بيخلف فراغ في القوة، بيسعى كل من الشخصيتين بينجوين وأجاثا لملئه، وانهم يرجعوا يعتلوا على عرش القوة من تاني، ان كان أجاثا لاستعادة سحرها من جديد، او بينجوين انه يحصل على عرش زعامة العصابات بعد مقتل فالكون الكبير. خامسا الجونرا او النوعيه. رغم ان اجاسا اولا لونج المفروض انه يكون بينتمي لفانتازيا السحر، الا ان جزء كبير من بايلوت الحلقتين بتوعه كان بينتمي لنوع الجريمه اللي بينتمي ليها برضه مسلسل ذا بينجوين. سادسا التأثر بالكلاسيكس. كان واضح جدا التأثر بالكلاسيكس في مسلسل أجاثا أولا لونج، من الجو اللي احنا شايفينه ده واللي شبه قوي جو ساحرات ديزني من عالم سنو وايت. وعلى الناحية التانية باين قوي في ذا بينجوين التأثر بأجواء زي أجواء تارانتينو في سرعة اتخاذ قرار القتل، أو حبكات هاتشكوك اللي عادة بتبقى قايمة على جريمة واحدة وإخفاء جثة واحدة، وصراع العصابات اللي كان موجود طبعا في سلسلة ذا جاد فازر. سابعا وأهم نقطة أصول الشخصيات ومصيرها في الكوميكس. بينجوين أصلا أول ظهور ليه كان في العدد ال 58 من كوميك اسمها ديتكتيف كوميكس، واللي فيها قتل زعيمه اللي كان بيسرق معاه حاجات، وفيها برضه قدر يورط باتمان في جريمة السرقة اللي كان بيعملها، وينجح بده انه يبعد باتمان عنه. وعلى ما تدارك باتمان امره كان فات الاوان والبينجوين هرب. البينجوين استخدم حيلة الفريمنج وتوريط باتمان في جريمة في كوميكس جديدة جدا، بس المرة دي مش جريمة سرقة زي الكوميكس بتاعت زمان، انما جريمة قتل. البينجوين ورط باتمان انه قتله هو شخصيا، الحاجة اللي تسببت ان في روبوت كان باتمان مجهزه لو تجاوز الحدود في يوم من الايام وقتل، ولان الروبوت افتكر ان باتمان قتل البينجوين فده تسبب ان الروبوت يطلع ويحارب باتمان بسبب توريطة البينجوين. الروبوت اللي بعد ما باتمان هزمه بصعوبة شديدة جدا بقى جزء من هجوم ممنهج على الأبطال الخارقين تحت قيادة أماندا وولر في كوميك جديدة شغالة اليومين دول اسمها The Absolute Power. البينجوين نفسه بقى بنكتشف انه ما اتقتلش، بس سافر متروبوليس مدينة سوبرمان، وكان هيعتزل الجريمة خلاص لحد لما تلقى مكالمة من أماندا وولر إنها كانت عايزاه يرجع جوثم عشان يكون الراجل بتاعها في العالم السفلي من جوثم، بما إنها كده كده
على وشك انها تطربقها على الابطال الخارقين. فبيرجع بينجوين من تاني لجوثام بنية السيطرة من جديد على عرش الجريمة في جوثام. والحاجتين بنشوفهم في مسلسل ذا بينجوين، من محاولة الوصول للزعامة وحركة الفريمنج اللي هو الأشهر فيها في تاريخ الكوميكس. على الناحية التانية في الكوميكس فشخصية أجاثا مركبة شوية. آخر ظهور ليها في الكوميكس كان إنها معاها كتاب ذا دارك هولد في شكل وشخصية ولد صغير، وده كان في كوميكس مارفل الأخيرة بلاد هانت. لو عايز تعرف أكتر عن الكوميكس الجديدة اللي جبنا سيرتها بالتفاصيل زي أبسولوت باور أو بلاد هانت، كنت عملت حلقة مفصلة عنهم وعن كوميكس تانية نزلت حديثا هحطها في آخر الحلقة دي. كتاب دارك هولد كانت طبعا جت سيرته في أول المسلسل الجديد أجاثا أولا لونج، وهو الكتاب اللي كانت بتستخدمه أجاثا في مسلسل واندا فيجن، وأخدته منها واندا واستخدمته بشره وبعدين دمرته في فيلم مالتي فيرس اوف مادنس. شخصية أجاثا زيها زي ذا بينجوين، مش شريرة بالفطرة، بل وممكن تكون مش شريرة أصلا، إنما مجرد تعايش ورد فعل للمجتمع، نفس اللي خلى بينجوين يشوف نفسه إنه ممكن يكون زعيم العصابة المحبوب من الناس، واللي انعكس في طريقة تعامله وعطفه على الولد الصغير اللي لقاه بيحاول يسرق منه، أو على أمه هو شخصيا. بنفس المبدأ أجاثا برضه سواء في الكوميكس أو في المسلسل دوافعها مش مجرد شر خالص. إنها تحارب مثلا واندا في واندا فيجن ما يخليهاش طيبة، أنا معاكم، بس برضه ما يخليهاش شريرة، لأن طبيعة البطل اللي كانت بتحاربه كانت مركبة أصلا. واندا في مسلسلها كانت خاطفة مدينة كاملة وتحولت لساحرة كان في خوف منها في كتاب ذا دارك هولد، وبعدين بقت ساحرة ملعونة فعلا في فيلم مالتي فيرس اوف مادنس. فلو البطل نفسه بقى شرير، هل ده يخلي شريره لسه شرير؟ يمكن أجاثا في الكوميكس أطيب سيكا، لأنها في كوميك سكارلت ويتش أنيوال 1 كانت بتحارب واندا عشان كتاب دارك هولد اللي مزروع في روحها ما يبلعهاش فعلا. وفي كوميكس قبلها كان اسمها افنجرز ويست كوست كان فيها عقدة أشبه بعقدة المسلسل والفيلم، إن واندا كانت فاكرة إن عندها أطفال بجد. الفرق بس إنه بالاختلاف عن المسلسل إنها هي فيه اللي خلقتهم بنفسها، أو عن الفيلم إنهم كانوا موجودين في عالم موازي، لا ده في الكوميكس كانوا أجزاء من روح الشيطان ميفيستو، وهي حبستهم في هيئة أطفال كأنهم أطفالها وكأنها ربتهم. وعشان أجاثا وقتها تساعدها في تجاوز الأزمة مسحت ذاكرتها عن الأطفال. فكأن أجاثا دايما ليها دافع طيب في الكوميكس، لأن أول ظهور لأجاثا كان أصلا في موضوع طيب، كان في العدد ال 94 من كوميكس ذا فانتاستيك فور، اللي كانت طالعة فيه مربية للطفل فرانكلين ابن ريد ريتشاردز وسو من شخصيات الفانتاستيك فور، وكانت بتحميه وكانت بتقرأ له من كتب مدينة سالم اللي كان حصل فيها أشهر محاكمات للساحرات. ويمكن ده كان أول ظهور لاسم سالم في الكوميكس وربطه بشخصية أجاثا، واللي حبكة المسلسل دلوقتي بتدور حوالين مطاردة سحرة سالم ليها. دلوقتي واحنا عرفنا المقارنات والتشابهات، مين فيهم يكسب وتتفرج على ايه؟ بصراحة انا قبل ما اتفرج شفت مواقع بتقول رأيها ايه في المسلسلين، واللي شفت انه مدي المسلسل ده 2 من 10 ومدي المسلسل التاني 8 من 10، وعلى مواقع تانية يبدلوا النتائج على المسلسلين. فقررت ما اتأثرش واتفرج على المسلسلين بنفسي، وشايف انه ليس من العدل على الاطلاق ان الاتنين اللي معمولين بأعلى الامكانيات نصدر عليهم الاحكام بالسهولة دي، لان الاتنين حتى الان فعلا حلوين، والموضوع في النهاية مسألة اذواق. كل اللي هنصح بيه هو الآتي: الاتنين هيكونوا نفس الحبكة بالظبط، والمورال زي ما قلنا شرير مش قوي بيحاول يصعد للقمة من جديد، وفي السكة احتمال يكسب أو يسترد بعض الإنسانية. لو عايز المعلومة دي توصل لك من خلال عوالم فانتازية ساحرة وأجواء ميوزيكال مبهرة وبطل الظروف هي اللي بتحركه للمغامرة، اتفرج طبعا على أجاثا أولا لونج. أما بقى لو عايز المعلومة دي توصل لك من خلال عوالم واقعية جراوندد كده على الأرض كلاسيك وبطل هو اللي بيحرك الظروف مش بتحركه، اتفرج طبعا على ذا بينجوين. اما بقى لو بتحب الكوميكس في العموم
اتفرج طبعا على الاتنين. هستنى منكم تكتبوا لي في الكومنتات انتم تيم بينجوين ولا تيم اجاثا ولا الاتنين. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم اشعارات على اخر حلقات. سلام.